السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام يوسف ومطبخ اكلات على قد الايد. النهارده جايبه لكم وصفة سهلة وسريعة، وكمان كل مكوناتها موجودة عندنا في المطبخ. تتبيلة البطاطس المحمرة، التتبيلة الأصلية وكمان بتاعة المحلات، بس طبعا أحلى من بتاعة المحلات لأنها معمولة في البيت. حاجة كده الولاد بيعشقوها. من يوم ما عملتها عندي في البيت وولادي ما بياكلوش البطاطس المحمرة إلا بيها. تعالي أقولك مكوناتها وإن شاء الله تعمليها وتحطيها عندك في برطمان في البيت. على طول على طول ولادك هيطلبوا منك البطاطس المحمرة. يلا بينا. معلقة من الملح، معلقة من البابريكا، معلقة من الكاري، معلقة كمون وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر وشوية شطة للي بيحبها حراقة. اللي ما بيحبش حراق بلاش منها، بس هي الشطة بتديها طعم زي بتاع المحلات بالظبط. حاجة كده سهلة وخفيفة وطعمها يجنن. وعايزة اقول لكم يا جماعة ان هي التتبيلة دي ممكن كمان نحطها على الفراخ المشوية، بيبقى طعمها تحفة. يعني ليها كذا استخدام، اكتر من استخدام ممكن تعمليه. ممكن تحطيها على الفراخ هتخلي طعم الفراخ تحفة. فجربوا وان شاء الله هتعجبكم. انا متأكدة ان هي ان شاء الله هتعجبكم. وقولوا لي بقى رأيكم في التعليقات. وما تنسوش بقى يا حبايبي تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، عشان لسه ان شاء الله هعمل لكم وصفات تانية كتير. والمدارس داخلة قربت اهي علينا، وان شاء الله نعمل وصفات مدارس مع بعض تعجبكم بإذن الله. شايفين انا قلبت حطيت كله بقى على بعضه كده بالشكل ده. كل التوابل حطيتها على بعض، من كل حاجة معلقة. اقول لكم كمان تاني اهو على التوابل. معلقة من الفلفل الاسود، كاري، كمون، كزبرة، بابريكا، توم باودر وبصل باودر، والشطة طبعا للي بيحب. الشطة للي حابب يحط شطة. بص بقى انا هنا حمرت بطاطس اهو، عاملاها شرايح رفيعة زي ما انتوا شايفين كده. وحمرتها ما خليتهاش ولا غامقة ولا فاتحة، خليت لونها ذهبي كده عشان تبقى شبه بتاعة المحلات بالظبط. والتتبيلة بقى الحلوة بتاعتي دي هرش بقى كده عليها شوية من فوق. بس اهم حاجة يا جماعة ان هي تبقى سخنة، يعني اهم حاجة تبقى البطاطس سخنة وهي طالعة لسه طالعة كده من الزيت. نقوم رشين عليها التوابل الحلوة بتاعتنا دي. ان شاء الله تعجبكم. وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتنا. واللايك يا حبايبي، اللايك يا حلوين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.